تلاقيه بيقول لك البرامج الاوبن سورس دي مجانيه، وعشان كده الشركات اللي عاملاها اكيد هتقفل. لا يا بابا، تلاقيه يقول لك انا هشتري تليفون اندرويد علشان اغير النغمات براحتي لان السوفت وير ده اوبن سورس. لا يا حبيبي، برضه غلط. كل دي خرافات، لكن الحقيقه ان البرامج الاوبن سورس ليها خصائص ومميزات وممكن تكون مربحه جدا للشركات اللي بتعملها. اي برنامج بيجي لنا بنقدر نسطبه ونشغله، بس عمرنا ما بنعرف كود البرمجه اللي هو اصلا اتكتب بيه. البرنامج الاوبن سورس بيجي لك كبرنامج ومعاه كود البرمجه بتاعه، وليك حق الاستخدام والتعديل وإعادة التوزيع كمان مجانا، وبيتم تطويره عن طريق أشخاص أو مؤسسات وبيكون متاح للجميع. طب الشركات دي بتكسب إزاي؟ والله عن طريق كذا حاجة. ممكن تبيع دعم للبرنامج للشركات الكبيرة، ممكن تبيع خصائص مميزة في شكل إضافات بفلوس، ممكن بتتلقى تبرعات من الأشخاص والمؤسسات المستخدمة للبرنامج، وطرق تانية كتير. البرنامج الأوبن سورس أكيد بيكون مجاني، بس مش كل برنامج مجاني بيكون مفتوح أو أوبن سورس. البرنامج المجاني ممكن تستخدمه مجانا، بس مش بيديلك كود البرمجة ولا حق التكميل أو التعديل عليه. البرنامج المقفول بيكون ملك الشركة، ولا يجوز استخدامه أو توزيعه بدون رخصة من الشركة المالكة للبرنامج. في النهاية بقول إن البرامج المفتوحة هي المستقبل، لأنها أكثر ثقة وأمان وأسرع في التطوير، لأن الناس كلها بتطور فيها، وده بيخليها سريعة جدا في التطور مقارنة بالبرامج المقفولة.